الاهلي هيكسب الزمالك وهو في اسوأ حالاته، لو بيلعب بالناشئين، لو الاهلي هبط درجه ثانيه، لو النادي اتقفل الاهلي هيكسب الزمالك، لان لاعيبتنا في ماتش الاهلي بالذات بتبقى لا مؤاخذه. قبل ما اتكلم في الفنيات واقطع في لعيبه الزمالك واقطع في معتمد جمال الذي لا يفقه شيء عن كره القدم، عايز اوجه رساله لكل ما هو اهلاوي. انتوا صح وكلامكم طلع فعلا حقيقه وانا اللي كنت غلطان. لاعيبتكم رجاله على اللعيبه بتاعتنا فعلا، مدربينكم رجاله على المدربين بتوعنا فعلا. الزمالك والاهلي لو اتقابلوا 100 مره الاهلي هيكسب 90 والزمالك هيكسب 10 ويمكن اقل من كده كمان. فعلا معاه حق كابتن حسام حسن ما ياخدش غير 2 3 من لعيبه الزمالك. فعلا معاه حق احمد بلال لما بيطلع يقول لك ان الاهلي هيكسب الزمالك ودول اسهل 3 بونت موجودين في الدوري، والزمالك احسن له ما يسافرش السعوديه عشان الاهلي هيكسب. الناس دي معاها حق. المحللين امثال حسام غالي وعماد متعب ومحمد فضل والناس اللي بتطلع على الفضائيات بيقولوا ان ده اسهل ماتش وان احنا كده كده هنكسب حتى واحنا في اسوأ حالاتنا، وكلهم عندهم ثقه ان هم يكسبوا الزمالك. عندكم حق فعلا. يعني انا اقتنعت ان الاهلي هيكسب الزمالك وهو في اسوأ حالاته، لو بيلعب بالناشئين، لو الاهلي هبط درجه ثانيه، لو النادي اتقفل الاهلي هيكسب الزمالك، لان لاعيبتنا في ماتش الاهلي بالذات بتبقى لا مؤاخذه.